ما شاء الله، ايه رأيكم في المكرونة اللي شكلها تفتح النفس وطعمها جميل جدا؟ مكرونة باللحمة المفرومة بربع كيلو لحمة مفرومة. هنعمل وليمة معاكم. السلام عليكم السلام ورحمة عليكم الله ورحمة الله وبركاته. ازيكم وبركاته، حبايبي؟ عاملين ازيكم ايه؟ يا يا رب حبايبي؟ تكونوا عاملين ايه؟ بخير. يا رب تكونوا النهارده ان شاء بخير. الله نعمل ربع معاكم كيلو لحمة مكرونة مفرومة، باللحمة هعزم المفرومة حماتي بطريقة وجيراني كده مختلفة كده واخواتي وبسيطة. وولادي. هتغسلي اللحمة، على ايه؟ هتغسلي على كيلو المكرونة اهو لحمة، على بالمنظر ده كده زي ما كيلو انتم شايفين. مكرونة وربع كيلو وادي لحمة مفرومة. الصلصة انا مسبكاها طبعا ازاي؟ معاكم الصلصة خش على دي. الفيديو على طول وسمي بالله كده ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هنجيب كيلو مكرونه معاكم. طبعا احنا غاليين الميه، حاطين فيها شويه ملح وشويه زيت. هنقلب كده كل المكرونه كده عشان ما تلزقش، اقعدي قلبي فيها شويه كده. واهم حاجه ما تخليش المكرونه تتسلق قوي، تكون مفلفله معاكي كده عشان تدي طعم جميل جدا. المكرونه هتستوي كده معايا، هشيلها على طول، مش هتاخد وقت. جبنا كده حله على النار كده، شوية زيت كده نضيف ما يكونش ليه ريحة، ونحط بصلاية كبيرة مفروم ناعم، لأن العيالي ما بيحبوش البصل باين في أي أكل. فبصلة كبيرة كده حلوة تكون ناعمة خالص، عشان هي دي السر. إن المكرونة اللحمة المفرومة هتبقى كتير، السر في البصلة. ازاي يعني؟ ما تعملي بصلة كبيرة واحدة، هي اللي هتكتر لك اللحمة المفرومة وهتصرف معاكي كتير. تابعي الفيديو للآخر وانت هتشوفي متكسرش معانا، نقلبها كده شوية ان لغاية ما تستوي اللحمه كده اهو. المفرومه هترمي معاكي كتير فعلا ببصلايه واحده. دي التكايه اللي انا بقول لكم عليها، لازم نعرف والسر البصل. ان انا هعزم جيراني واصحابي واخواتي وقرايبي على ايه؟ على ربع كيلو اللحمه المفرومه كده شوية. او كيلو مكرونه. هنشوف كده، هنخش كده على طول ونشوف ان شاء الله. المكرونة استوت. ادي المكرونه خلصت بقى معانا وبقت مفلفله كده. استوت اهي. ما بخليهاش مستويه خالص، تبقى مفلفله كده عشان بتدي طعم جميل. ما شاء الله. ادي البصلايه الناعمه اهي، نقلبها حلو جدا، اوعى تتحرق منك البصله عشان ما تمررش وتبقى الطماطم كده غامقه كده مش حلوه. البصلايه كده تحمر كده دهبي كده خفيف خالص، وهننزل معاكم باللحمه المفرومه. ادي البصله بقت دهبي اهي حلوه. هننزل بقى معاكم باللحمه المفرومه. معاكم اللحمة المفرومة. نزلنا باللحمه المفرومه معاكم، خدتش وقت خالص. وربع كيلو لحمه مفرومه هتعمل معاكي وليمه. ما شاء الله. هتعزمي بقى اصحابك واخواتك وقرايبك كده زي ما انا عزمت. بالربع كيلو اللحمه المفرومه هتصرف معاكي كميه كبيره جدا. لو وصلت بقى لحد هنا بقى في الفيديو، يا ريت بقى ما تنسيش اللايك الحلو والاشتراك. لو انت لسه ما اشتركتيش اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. فلفل وملح طبعا بعد اللحمه المفرومه ما اخدت لون كده واستوت كده وبقت حلوه. وبحط جنزبيل وبحط بهارات لحمه. المقطع ده ما جاش، اجا الفلفل والملح بس. هنقلبه كويس جدا بقى، اعطي ريحه حلوه جدا. الجنزبيل والبهارات اللحمه بتبقى حلوه جدا. استوت بقى معايا اهي. شوفوا بقى جمال الطماطم بقى والصلصه بقى ما شاء الله اللي عاملاها. ما شاء الله زي احلى من صلصه البرطمانات اللي بره اللي في العلب. حمارها جميل كده، حمار رباني، حمار رباني رباني. ما شاء الله. صلصه جميله جدا ولونها حمرا كده ومسبكه كده وحلوه جدا. عاملاها على القناه قبل كده. ما شاء الله حلوه جدا زي المربى كده. المقطع ده اتكرر تاني، الحته دي اتكررت تاني، فكر ان انا ما ان هي اتمسحت يعني، بس الحمد لله ايه ما اتمسحتش، عشان كده اتكررت تاني المقطع ده. هنقلب حلو جدا. هنزودها بقى طبعا شويه ميه لان الصلصه تقيله جدا، صلصه خام مركزه حلوه جدا كده وشكلها احمر كده وجميل. بعد ما عملت اللحمة المفرومة حطيت كل بقى وظبطتها المكونات بشوية مع مية بعض صلصة كده زودتها ودشان. طبعا شويه ميه لان طبعا الصلصه تقيله زودتها عشان جدا. تكتر طبعا. هنسيبه بقى كل ده يتسبك كده مع بعض. ودي بص حط عليها فلفل وملح وكمون، بتبقى جميلة جدا. اهم حاجه بقى كمان في المكرونة المكرونه، جربي كده التكاية دي فصين توم كده. كده جربي مدقوقين كده ناعم، توم عليهم ذرة كمون صغيرة جدا ومكرونة ما كده مدقوقة كده تبانش، حلو ناعم، بس طبعا فعلا بتدي لها بتبقى طعم طعمها حلو حلو قوي. جدا جميل جدا. قوي. فصين التوم ده المدقوقين ناعم، شطة تسبك كده عليهم مع بعضها كده وحطيت ملح، ملح وفلفل.
وزرة كمون سيبها بقى صغيرة تتسبك كده خالص. بقى شوية دوقي كده بقى وبعد أحلى كده بعد ما تسبيكة تتسبك لحمة مفرومة بالفص التوم ده. اسيبها بقى كده لو تتسبك بقى كده وارجع مين لك. اللي زي بقى اللي بيحط في المكرونة توم، اللي زي بقى بيحط في المكرونة توم، يا ريت يكتب لي في التعليقات ويقول لي أنا كمان بحب المكرونة بالثوم. بصوا كده الدنيا ما كده شاء بقت الله الريحة بقى إيه، طبقات. الريحة واصلة لحد هنا، ريحتها في منتهى الجمال، متسبكة كده وحمرة كده وطعمها جميل جدا. دي طبعا بصلاية كده غامقة مش عارفة أشيلها، مش حاجة يعني، بصلاية غمقت مني. اللي بيبقى حلو كده كله كده وسيبيه بقى يتسبك شوية عشان يغرف معاكوا المكرونة خليها بقى تتسبك في كده شوية الطواجن كده. كده اللي بتخش الفرن، طعمها حلو جدا، بتاعة الرز واللبن دي طعمها حلو جدا. كان عندي القوالب دول غسلتهم، كانوا متعلقين في البتاع، غسلتهم كان ادي قدام كده الطواجن غسلتهم اهي، زي الفل. بنحط فيها الرز واللبن في الفرن، دولت بنجيب بها تلاتة بالزبادي، أربعة ساعات بتتباع خمسة، بالزبادي دي. الخمسة دول غسلتها كويس جدا، هنحطهم في وهنحط الفرن بقى معاكم بعد المكرونة عشان المكرونة نحطها بقى في 5 الفرن. دقايق. ادي المكرونة اهي استوت معايا ومفلفلة كده وصفيتها على طول. طبعا انا بدهنها زيت عشان تفضل كده مفلفلة وما تعجنش معايا. اول ما بتهدى وبتتصفى منها الميه بقوم جايبه زيت، نقطه زيت نضيف، اهم حاجه يكون زيت نضيف ما يبقاش ليه ريحه، بيغير طعم المكرونه ويغير طعم الاكل. اهم حاجه بعد التعب ده كله تجيبي زيت نضيف. اللحمة المفرومة اهي ادي المكرونه اهي بسم الله اتسبكت ما زي ما شاء قلت الله. لكم، خلاص هطفي عليها. ما شاء الله حمرا كده وطعمها جميل بفص الثوم كده، ريحتها في منتهى الجمال. اتسبكت خالص اهي، هطفي بقى عليها وهنغرف بقى. ادي المكرونه بقول كمان لكم شوية زيت كده مفلفله عشان اهي خاطر خالص، الزيت بدل وبدينا شويه ما زيت وبقعد اقلبها كده علشان ايه ما تبقاش معجنه، تبقى المكرونه بمكرونتها كده. ادي الطواجن اهي غسلتها، هنملي بقى معاكم الطواجن كده. ما شاء الله المكرونه دي انا حاطط شويه صلصه بس من غير لحمه مفرومه، انا عيالي بيحبوها كده. وبعد كده بقى ازود فوق الوش لحمه مفرومه. غسلتهم كويس جدا، هنملي بقى معاكم المكرونه ان شاء الله. وادي اللحمة المفرومة بالتسبيكة، شوف ما شاء الله قد ايه، ربع كيلو. ما شاء الله ما شاء الله ربع كيلو كتير. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ما شاء الله مكرونة حلوة جدا ومفلفلة كده وتفتح النفس. ادعوا لأهلنا في فلسطين ربنا ينصرهم يا رب والنصر قريب إن شاء الله يا رب، وينصرهم على أعدائهم بإذن الله. بإذن الله ربنا يفرج عنهم، ربنا ما يرضاش بالظلم أبدا. حسبي الله ونعم الوكيل في الظالم، حسبي الله ونعم الوكيل في اليهود. وينصركم يا فلسطين يا رب، ودعواتكم لفلسطين يا رب وأهل غزة. ربنا ينصركم ويقويكم يا رب، ويقويكم على اللي انتوا فيه. طبعا مليت ما شاء الله دعواتكم بقى بإذن الله. ربنا يحرر أرض فلسطين يا رب إن شاء الله، ويرحم شهدائنا يا رب. ربنا يرحم شهدائنا، ربنا يرحمهم يا رب. طبعا أنا مليتها ما شاء الله البرام أو الطواجن، مليتها كده لحمة مفرومة. طبعا المغرفة دي كبيرة، واللحمة المفرومة ما شاء الله بقى شوف بالسبيكة حلوة جدا وتقيلة كده وطعمها جميل جدا. بفص الثوم اللي أنا قلتلك عليه، فص ثوم كمون فلفل وملح. وعايزة تحط شطة حط طبعا. طبعا أنا حاطة شطة طبعا لأن عيالي بيحبوا الحاجة حراقة، مش حراقة قوي بس أنا حاطة شطة. طبعا بتدي طعم حلو جدا الشطة برضه. بص أنا مدالكوا المغرفة كبيرة والمكرونة قد إيه، اللحمة المفرومة قد إيه، لحمة مفروم كتير مش قليلة ما شاء الله. بقول لكم هدخلها بقى الفرن، وفي معايا مكرونه برضه كانت متبقيه غير اللي في الحله، كل ده بربع كيلو لحمه مفرومه ما شاء الله اهي. هحطها بقى في الفرن، حطيتها في الصينيه كده، هحطها بقى في الفرن معاكم. ما خدتش مني دقيقتين ما شاء الله، طلعت من الفرن دهبي كده وحلو. ايه رايكم بقى في منظر المكرونه في الشكل النهائي؟ ما شاء الله زوقتها كده، شكلها تفتح النفس. المكرونه كده متحمره. ما تنسيش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.